السلام عليكم. اليوم يا شيعة سنتناقش عن أكثر المواضيع التي ترددونها دائما وتعتقدون أنها لكم وفي الحقيقة هي ضدكم. مثلا قولكم أن أبا بكر وعمر يرفعون أصواتهم عند رسول الله. طيب، أول شيء الله سماهم مؤمنين، ثانيا الله يقول أن تحبط أعمالكم، يقول لهم يا أبا بكر وعمر انتبهوا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله علشان ما تحبط أعمالكم. طيب يا شيعة، خلينا فقط بالمثال يتضح المقال. لو كان مثلا اليهود يرفعون أصواتهم عند النبي، هل الله سيقول لهم انتبهوا يا يهود لا ترفعوا أصواتكم علشان أنا أريد أن أحافظ على أعمالكم وأجورها؟ أصلا هم كفار، كيف تكون لهم أعمال وكيف؟ شفتم يا شيعة؟ والله العظيم كل الأدلة التي يستدل بها الشيعة ضد الصحابة هي ضد الشيعة. أيضا هذه أكثر آية، انقلبتم على أعقابكم. طبعا الآية تتكلم عن الفرار في المعارك، والشيعة قلبوها سياق الآيات وكل شيء يتكلم عن الثبات وعدم الفرار. طبعا يا شيعة عندكم علي بن أبي طالب كان من أكبر الفرارين، وكان مكتوب في جوجل كنا إذا اشتد البأس احتمينا برسول الله. حتى علي بن أبي طالب فرار، وهو خالق الصحابة طبعا وخالق أعداء الصحابة، لكنه أيضا يفر. المهم، إذا كان الصحابة منقلبين يا شيعتنا، فهل في عهد الرسول كانوا مهتدين وكانوا أطهار أم لا؟ شوف والله أنني ناقشت الشيعة مرة، جلست حوالي ساعتين، قلت له هل كانوا كفار ثم انقلبوا مؤمنين، أم كانوا مؤمنين ثم انقلبوا كفار، أم كانوا منافقين ثم انقلبوا منافقين؟ شوفوا يا شيعة، إن كان الصحابة انقلبوا عن إيمانهم إلى الكفر، معنى ذلك أنهم كانوا مؤمنين طول حياة النبي، ولا يصح لكم أنكم تطعنوا فيهم وفي إيمانهم وفي جهادهم. كانوا مؤمنين جدا. وإن قلت أنهم كانوا كفار وانقلبوا إلى الإيمان فيا حبذا. وإن قلتم أنهم منافقين وارتدوا إلى الكفر فهذا كذب، لأنهم كما تدعون أنهم استمروا على النفاق، يظهرون الإسلام والصلاة وكذا. فهذه الآية ورطة لكم يا شيعة، حتى آية الردة، مع أنكم أنتم المرتدين، كما يقول الباقر عين لو امتحنت شيعتي ما وجدتهم إلا مرتدين، أرواحي لكم الفداء. أيضا رزية الخميس هذه من أكبر الردود عليكم، صدقني يا شيعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لو كان يجرب الصحابة دائما ويجدهم يخالفون أوامره ويطردهم، أنه طردهم من البداية. ليش فقط هذا اليوم طردهم؟ معنى ذلك أنهم كانوا يطيعون أوامره طول هذه الفترة، صح ولا لا يا شيعتنا؟ ثانيا، هل النبي يمكن أن يكتب ويوصي إلى اليهود مثلا؟ يا أخي ضع اليهود يا شيعة محل الصحابة. كيف النبي يحيط نفسه باليهود ويوصي لليهود ويقاتل مع اليهود وحياته كلها مع اليهود، ويزوج اليهود ويتزوج من اليهود ويهاجر مع اليهود؟ أقسم بالله يا شيعة أنكم تعرفون أنكم معاندين وأنه ليس معكم من الحق شيء. أين العقل؟ دائما الرسول يعيش مع أعدائه ويتزوج عدواته ويقاتل مع أعدائه ويوصي إلى أعدائه، كل شيء مع أعدائه. ثانيا يا شيعتنا الأطهار، علي بن أبي طالب كان موجود، هل كفر الصحابة؟ لا، ما كفر الصحابة. وعلي بن أبي طالب أيضا خالف النبي في يوم الحديبية، هل مخالفة علي بن أبي طالب كفر؟ دائما الشيعة يحاولون أبسط معصية يكفرون الصحابة. والله يا شيعة إن عندكم معاصي قسما بالله تنهار منها الجبال. أنتم أفسد الناس وأسرق الناس وأكذب الناس وكل شيء، تركزون على أخطاء بسيطة وقع فيها الصحابة. أيضا نسيت، الله عز وجل ذكر الذين يفرون في المعارك وقال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، سمى الذين يفرون من المعارك مؤمنين. تمام. أيضا الشيعة دائما يقول لك فلته 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 بيعة أبي بكر فلته. طيب يا شيعة، الآن من بعد الرسول إلى الآن هل حكامكم فلتات ولا منصبين من الله؟ كلهم فلتات، صدفة، ما أحد عارف من الذي سيأتي. ليش يا شيعة تستنكرون علينا وأنتم أصلا تقاتلون الناس علشان الفلتة؟
أنت يا شيعي مستعد أن تتعاون مع الأمريكي واليهودي والنصراني علشان تمسك الحكم، مع أن الله ما نص عليك، لكنك تحب الفلتات، روحي فداك. لماذا يا شيعتنا؟ أيضا يقول لك لماذا الله قال فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما؟ طيب يا شيعة، عندما قال الرسول إن الله معنا، لماذا لم يقل إن الله معي؟ ورطة صح؟ دائما الشيعة مثل اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أصلا الشيعة ما يؤمنون بالقرآن، ما معهم إلا آية التطهير سرقوها من آل بيت النبي، من زوجات النبي، وحطوها في المعصومين الخالقين المظلومين. فقط القرآن عندكم يا شيعة للجدال، ما تحفظ إلا آية الخمس، نص ربع آية الخمس وربع آية التطهير فقط. هذا هو حق القرآن. القرآن حقك، الباقي كله مع المهدي عجل الله فرجه الأقدس. يا مهدي عج مدد. المهم يا شيعة، هذه أبرز المسائل التي دائما ترددونها في الحوارات في كذا، وهي والله ضدكم، والقرآن كله ضدكم. يكفي أن الله عز وجل يأمرنا أن نتبع المهاجرين والأنصار، يكفي أن الله يقول عن زوجات النبي ويرضين بما آتيتهن كلهن، الله يريد رضا أزواج النبي كلهن، ويقول تبتغي مرضات أزواجك، يعني الله ورسوله يحبون المهاجرين والأنصار بصريح القرآن، ويحبون زوجات النبي، ويأمر الله النبي أن يرضي زوجاته كلهن بدون استثناء يا شيعتنا. بينما أنتم أعداء المهاجرين والأنصار وأعداء أمهات المؤمنين وعشاق الأمريكان واليهود والنصارى والملحدين. والله العظيم شوف الشيعة ما ينسجمون إلا مع الملاحدة والعلمانيين والفنادق الخساسة، يعني أي شيء خسيس الشيعة يحبونه. مستعد الشيعة أن يكون أخو اليهودي والنصراني والأمريكي والمحتل يعني دول الاستكبار العالمي، ما يكره إلا الصحابة. يا شيعة الصحابة هم الذين دخلوك الإسلام، وهم الذين جعلوك تعتقد أن ضلع الزهراء خالق مدمر رازق جائع منقذ خائف أرواحي فداه.